بلش يومنا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هلا وعين، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونون بخير. رجعت لكم اليوم فيديو جديد. طبعا اليوم روتيني من الصبح حد العصر. قبل لا نبلش حبايب الفيديو أتمنى تعطوني لايك واشتراك وتعليق حلو مثلكم. يلا نبلش. بلشت طبعا وياكم بالغدية. أنا خليت اللحم راح أحمسه وياكم. طبعا هواي بالتعليقات قاعد يكتبولي شنو تقربلك أم بنين. طبعا حبايب لا تقرب لهم بنين ولا أعرفها يعني ولا تعرفوا، مجرد شي صداقة وياها لا أكثر ولا شي. أما بخصوص الهدية اللي وصلتني من عتيه، وايد سألت من ليش دست الهدية وليش ما أعرف شنو. طبعا حبايب هي مسوية كانت مسابقة على اليوتيوب وشي. طبعا أنا ما بس شي يعني تركت لها تعليق، يعني دائما أنا على هي ومتابعتها يعني من زمان مو هسه. وهي يعني اختارتني، هي تختار عشوة واختارتني وياها بالحساب. أحب أشكرها وأوجه شكرا على الهدية، والهدية وصلت. أنت ما شونا مكتوب عليها شي بكفران بنين. الله يحفظها ويسعدها. طبعا هي أخت وصديقة وحبيبي، وهي أول مشجرين كانت إلي حتى أفتح قناة على اليوتيوب. والله العظيم ما أنسى وفاتها وياي، ونصائحها الحلوة وطبخاتها الطيبة. يعني ما يوم سويت أكلة أو حلاوة من إيدها وفشلت، والله العظيم كل شغلها حلو ومرتبة وحبابة. الله يحفظها هي وأولادها وزوجها يا رب. طبعا هي سعد ولاد يعني جايبة. الله يحفظها هي والبيبي ويا رب تقوم بسلامة. طبعا تاكي اليوتيوب صار لها فوق الأسبوع. الله يحفظها إن شاء الله. يا رب تدوم على حيلها وترجع لنا بقوة فيديوهاتها وسوالفها ونصائحها الحلوة. الله لا يحرمنا من عندها يا رب. طبعا هنا أنا مثل ما شفتوا حمست اللحم وخلصت، خليت عليه ماء قاعد أسوي مرقة لحم أحمر. هنا أنا حطيت مليح. طبعا أتمنى فيديوهاتي تعجبكم، على إعجابكم. أتمنى الدعم من عندكم. حلمي 100,000 مشترك. أتمنى تحققوا لهذا الحلم، تدعموني بلايك واشتراك وتعليق حلو مثلكم. طبعا هنا بلشت أسوي بالتمن. هنا حمست الشعرية والبداية وراح أحطن عليه التمن. طبعا اليوم راح أطبخ وياكم تمن ريزي. بنات منهم جربتين، يعني الطعم خيال. الطيب طعم وشكل وذوق ولا أروع. أنصحكم بيه والله العظيم. اللي تريد الضعف أو تريد تسوي دايت أو سمينة وتريد الضعف بس تاكل تمن أو شي يعني ما تقدر بدوني، أنصحكن بيه والله العظيم. أنا صار لي فوق 5 أشهر قاعدة أستخدمه، وحسيت طبعا بتغير مو طبيعي. يعني أنا من هسه انتم صح ما شايفينه وهيجي شي، بس يعني كل السمينة كل السمينة يعني حتى حركتي صعبة علي. طبعا بنات أنصحكن تستخدمن والله العظيم، يعطيكم إنتاج ولا أروع. يعني ماكو هيك تم، وخاصة للسكر أهل الضغط. يعني تم فريزي كسر الأرقام المحطوطة لأهل الضغط أو للسكر أو للدلج. اللي يريد نسيته بزيل، اللي ما يريد بيدين، اللي ما يريد بيه ملح زايد أو هيك شي ولا أروع. تقدر تستخدم أهل الضغط أهل السكر أهل الدايت، ينفع الجميع الأشخاص. طبعا هنا نشوفوا بعد ما استوى عندي، شوف النشرة مالتي عن تمن ولا أروع، ولا أروع من عندي. شكل وطعم ومنظر يخبر، فد شي ولا أروع. طبعا أنا اليوم طبختي ومرقة لحم ورقي، وهذا يقعداني لليوم. ساهمنا وساهمكم ألف عافية. وبعد ما خلصنا غدية جيت لهاي اللحظة، ما أعرف ليش كل البنات يضوجن من غسل المواعين. بنات بنوتش مثلي، يعني أنا أبوجة من المواعين، وخاصة يعني لا كثرا مرات الغدية أو العشية. فخاصة اللي نظفت المطبخ الظهر، خلصت من المواعين ورحت تنام شوية، تجيت تلقى المطبخ مهووس هوسي. هذا الراجع متعدي مرة ثانية، هذا اللي مسوى اندومي. وخاصة اللي عندكم جهات المطبخ أبد ما ينظف لا من المواعين ولا من الهوسة. فأنا جيت بعد ما أخلص مواعين غسل، فأنا قلت أقدر أروح على المجمع. أكون مجمع يمني يعني كلش بالماي اسمه مجمع كابا ماي، يعني بالماي الأسعار مالاتي
على كل شي سووا تخفيضات، وكل شي يعني عنده رخيص. طبعا بنات خلصت من غسل الماي، تمشون بعد ما غسلت وخلصت رجعت مرة ثانية أشطب بها. طبعا بعد ما خلصت من غسل الماي قعدت أمسح بالسنك، همين غسلتي وجلبت الطباخ وياي، لمود كل شي يصير مرتب. وهذا هو. شوفوا شلون صار شحلاتي المطبخ بعد ما نظف. أنا جيت صبيت لهم شاي بعد ما خلصوا ودي وخلصت المواعين، قدرت شاي قلت خلينا أصب لهم على مود بعد أخلص. أنا نقول خلص روتيني مال الغدا. بعد أنا العصرية رحت المجمع. طبعا مثل ما تشوفون مشقد مدخلين زيت ريزي بالمجمع، يعني صدمت من إيش كمية شقد. فقلت شنو؟ طبعا ما طلع المجمع إلا ما أخذ وياي ديها الريزي. طبعا فوائدي أبد ما توصف، يعني تفيد جميع المرضى، حتى المو مريض هم يستخدمه عادي. بعد ما خلصت جيت خديت ويا تمر الريزي، هم أسولفكم عن المنتج. ونالقيتهم موفرين معجون وبني، فقلت لازم أخذ معجون وياي. المجمع تو منزل بضاعة مثل ما تشوفون، حتى بعدهم قاعدين يصفطون به. طبعا بعد ما رجعت من المجمع طبعا هم اشتريت وياي أجبان، وها يعني كل شي عندهم رخيص، يعني مو مثل ما تتصورون، يعني كل شي عندهم رخيص. هاي الأجبان يعني أشقلكم 2 بربوع 6 بليف هيك شي. أنا همين اشتريت وياي. طبعا هذا جبن. طبعا هذا الجبن يجيكم كيلوات، يعني تشترونه كيلوات يعطيكم من عنده. شوفوا طعمه يخبر يتشي بشي ولا أروع. هاي الأجبان اللي اشتريتها طبعا تفيد الريوقات وهيجي شي. طبعا اشتريت من هاي كارتون مال نستيلة. طبعا النستيلة كارتونة ب2، جبت من أتيه كارتونة تفيد للجهال. هاي طبعا همين يعني مو اكسباير يعني صلاحيته بعد. أنا جبت من هذا بطحين 0.2. طبعا اليوم السواقت كلش هواي مسواق أغراض للبيت أنا محتاجتين. طبعا هذا مسواقي الشهري، يعني بين كل شهر أنا أروح أسوق مسواق كامل للبيت، فواكه خضروات كل شي. طبعا هذا كرتون بيبسي على 3000، يعني قلتلكم مجمع بالماء. بينها صار العصر فقلت خلينا نسوي لهم تحلية باردة. طبعا مكونات كلش بسيطة وسهلة متوفرة بكل بيت. كل اللي نحتاجه كوبين حليب ونخلي عليهن 5 خواشيق نشا، ونضيف لهن شكر ونخليها على النار ونظل نحرك بهن على ما يجانا سدنة محلبي. فهنا اشتريت من هذا البسكت أو الكعك، يعني انتم شو تسمونه عندكم. فهنا بديت أصفط بيه بالباركس. طبعا هنا مثل ما شون بعد ما صفطته راح أجيب المحلبي أو الخلطة اللي سويناها وأديرنها عليه. طبعا بيناتن سحشن نجربنه والله العظيم، يعني حليه يخبر. مواد متوفرة بكيبيت، يعني ماكو شي قاري أو. بعد ما خليت المحلبي بهاي الطريقة أبدأ أوزعنا بخشوبة على كل البسكت. خلصت من الطبقة الأولى وبلشت الطبقة الثانية. طبعا بنات ما راح أسوي يعني هو طبقات أو هيجي شي، لا. أول طبقة خليت بيها محلبي، وثاني طبقة راح أسوي جلي خليه عليه. كل اللي أحتاجه هو ظرف واحد من الجلي وقلاص واحد من الماي الدافي. بعد ما أخلي عليه ماي، يعني الماي مو حار كلش، لا حار لا راح يقطع الجلي، وبارد ما يصير، لازم يجي دافي يعني لا حار ولا بار. بعد ما أحط عليه أبدي أخلطن سوا، بعدين أحطن هي فوق الحلب اللي سوينا كطبقة ثانية. قلتلكم أول طبقة محلبي وثاني طبقة صار جلي. ومن بعد ما خليتهن راح أوزعهن على الوجه من فوق عادي أسويهن، وبعدها أدخلن للثلاجة. طبعا بنات هذا شكله بعد ما طلعت من الثلاجة ما أخذت وياي وقت كلش هواي. أنا قصت قصة وشوفوا يعني شكلها وقوامها شلون يشهي. وألف عافية علينا وعليكم. أتمنى الفيديو يعجبكم، لا تنسون باللايك والاشتراك. نشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.